السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل النهاردة مع بعض أسئلة التقييمات الخاصة بويك 2. نحلها مع بعض بكل سهولة. قبل ما نبدأ، لو عايزين ان انا اعمل لكم المزيد من الفيديوهات دي، اتمنى الكل يعمل لايك وشير للفيديو. يلا مع بعض هنحل بيج 10 11 and 12. هنا عندنا lessons 4 and 5. A trip to the mountains، رحلة للجبال. How do you feel when you are in nature؟ يعني كيف أنت تشعر عندما تكون في الطبيعة؟ بتكون relaxed ولا عندنا excited ولا بتكون tired؟ لما بتكون انت في الطبيعة شعورك بيكون ايه؟ هختار طبعا هقوله relaxed، يعني بيكون كده في راحة. read the text and then answer the following question. اقرأ النص وجاوب. قالك last weekend Sarah went on a wonderful trip to the mountains with her family. الأسبوع الماضي سارة ذهبت لرحلة رائعة للجبال مع الأسرة بتاعتها. The weather was cold، الطقس كان بارد. But the view was beautiful، لكن المنظر كان جميل. She saw tall green trees، هي شافت كل الأشجار الطويلة. White fields، كمان بتقول الحقول الواسعة. And clear river flowing gently between the rocks، وكمان الأنهار كانت النقية تدفق بهدوء بين الصخور. The sound of the water and songs of the bird made the place feel beautiful and calm. أصوات المية وكمان أغاني الطيور خلت المكان بيكون تشعر فيه المكان بأمان وهدوء. They walked along small paths، هم تمشوا على طول المسار. Stop، توقفوا. To take photo، عشان يلتقطوا صور. Enjoyed the fresh mountain air، واستمتعوا بهواء الجبال المنعش. At night، بالليل. They shared stories and ate delicious fruit that Sarah's mother had packed. كمان بالليل هم شاركوا القصص وأكلوا فاكهة لذيذة اللي مامة سارة هي اللي جهزتها. سارة felt happy and relaxed during the trip. سارة شعرت بسعادة وراحة أثناء الرحلة. تعالوا نحل مع بعض. أول حاجة قالك last weekend سارة went on a trip to، قالك إن سارة ذهبت رحلة لإيه؟ قلنا طبعا للماونتنز. The sound of the نقط made the place beautiful. عندنا مين اللي خلى صوت ايه اللي خلى المكان بيكون beautiful؟ يعني كده في سلام. طبعا صوت البيردز الطيور. The weather in the mountain was، الطقس في الجبال كان ايه؟ كان cold، بارد. Where did Sarah go with her family؟ راحت فين؟ هقول له راحت عندنا trip to the mountain. تمام، هكتب له كده trip to the mountain، رحلة للجبال. فدي السؤال نمبر 4. What did Sarah and her family do at night؟ كانوا بيعملوا ايه بالليل؟ بصوا معايا اهو، قالك at night they shared stories and ate delicious fruit. فدي إجابة السؤال نمبر 5. تعالوا نشوف مع بعض البيج اللي بعدها وهي بيج 11. ده عندنا بيقول write a letter. عاوزنا نكتب هنا letter. اللتر ده بيكون مكون من 4 sentence، من 4 جمل. تمام. قالك to your friend أسامة، ده لصديقك أسامة. to tell him about، علشان تخبره عن your trip، عن رحلتك to the mountain، للجبال. using the following guide element، باستخدام العناصر دي. ايه العناصر؟ قالك family cold، family يعني أسرة، cold بارد، beautiful جميل، relaxed يعني مستريح أو راحة. يعني الحاجة عشان أكتب letter يبقى لازم في البداية هكتب عندنا to. يعني ايه to؟ يعني المين. فهو قالك to your friend أسامة، يبقى هكتب هنا عندنا كده أسامة. بعدين لازم نكتب from، من مين؟ كل واحد يكتب اسمه. هنا هنفترض مثلا ان انا اسمي سارة. طيب، وبعدين هبدأ ان انا اكتب عندنا مثلا هنا دير، يعني عزيزي، وهكتب اسم صديقك اللي انت بتبعت له الرسالة دي. فهقول له مثلا هنا عندنا أسامة، دير أسامة. وبعدين احط الكوما وابدأ ان انا اكتب الفقرة. هقول له اول حاجة I went on a trip to the mountain، يعني أنا ذهبت رحلة للماونتن.
هقول له with my family. with my family يعني انا رحت الرحلة دي مع اسرتي. بعدين احط نقطة وابدأ اكتب جملة تانية. مثلا هقول له the weather. ابدأ اتكلم عن الطقس. هقول له was very cold. الطقس يعني كان بارد جدا. ممكن اقول له كمان we saw. احنا شفنا. هقول له many beautiful places. شفنا اماكن جميلة. هقول له كمان جملة اخيرة. هقول له I felt. انا شعرت very happy and شعرت بالسعادة الشديدة and هقول له relaxed. في اخر خالص في اخر اللتر بكتب له هنا yours friend يعني صديقك المخلص. تمام. وابدا ان انا احط اسمي هنا كده اوقع اللي هي مين عندنا سارة. ده كده معايا كتابة اللتر. write a letter of 4 sentences to your friend علا to tell her about your trip to the Nile River عشان تخبرها عن رحلتك لنهر النيل باستخدام الجمل دي. Who went with you؟ مين اللي راح معاك؟ What did you see or do there؟ ايه اللي انت شفته او عملته هناك؟ How was the trip؟ الرحلة كانت ازاي؟ يبقى اول ده لمين هوديه؟ الباراجراف ده هكتبه او الليتر ده هكتبه لمين؟ هكتبه لعلا. طيب from me كل واحد طبعا ممكن يكتب اسمه هنا. هقول سارة. طيب السبجكت اللي هو الموضوع ده بيتكلم عن ايه؟ اهو هو مديهولك هنا. ببدأ ان انا اكتبه هنا. هقول trip رحلة to the Nile river رحلة لنهر النيل. تمام. وبعدين نبدأ نكتب كده الموضوع. اول حاجة نبدأ نكتب حاجة. هكتب كده هقول دير علا واحط بعد كده الكوما وابدأ اكتب كده. هقول له I went to the انا ذهبت للنايل river. هقول له with رحت مع مين؟ هقول له with my family رحت مع عائلتي. تعالوا نقول شفنا ايه. هقول له we saw رأينا many boats مثلا رأينا مثلا مراكب كتيرة. وايه تاني مثلا؟ هقول له and beautiful هقول له green trees وشفنا كمان اشجار جميلة. نحط نقطة. بنتكلم في الماضي يبقى هقول له we took many photo. يعني ايه؟ يعني احنا التقطنا صور كتير. تمام. هكتب هنا photos and had a picnic وخدنا كمان جولة هناك. هقول له picnic there يعني اخدنا هناك جولة. بعدين هقول له the trip الرحلة was amazing الرحلة كانت مذهلة أو مدهشة يعني. and I enjoyed يعني أنا استمتعت بيها. بس كده. وده كده عندنا الإيميل. في الآخر هكتب له love صديقك وأبدأ إن أنا أمضي هنا باسمي اللي أنا كتبته في الأول اللي هي سارة. ببدأ إن أنا أكتب هنا عندنا سارة. بس كده. تعالوا نشوف معايا اللي بعده. write a letter for 4 sentence to your friend هبة. المرة دي اسمها عشان تخبرها عن a trip to the mountain. وقالك الكلمات who went with you مين اللي راح معاك. what did you see or do there ايه اللي شفته هناك او عملته. how did you feel كيف شعرت. اول حاجة الباراجراف ده لمين؟ لهبة. فبالتالي هكتب عندنا to هبة. نفترض مثلا انك انت اسمك او اسمك اسمها سارة. خلاص. طب الموضوع لمين؟ هقول له trip to the mountain. trip to the mountain رحلة للجبل. نكتب مع بعض هنا الباراجراف عشان المكان ضيق. تعالوا اكتبوا على جنب. دير هبة وبعدين احط الكوما. نبدأ نكتب كده. هقول له I نفس الفكرة بالظبط. I went to the mountain. هروح الماونت with my friends مع أصدقائي.
ماشي. اللي عاوز يقول مع my family مفيش مشكلة. we climb ان احنا تسلقنا. we climb طبعا ماضي. we climbed the mountain تسلقنا الجبال. ماشي. ايه تاني؟ هقول له and so مثلا عندنا وشفنا. so طبعا في الماضي علشان احنا بنتكلم في الماضي. so wonderful views شفنا يعني مناظر رائعة. هقول له كمان we took اخدنا او التقطنا pictures يعني صور. وايه تاني ممكن كمان اقول له and played games لعبنا games كمان هناك. اكتب شعوري او احساسي اللي انا شعرته وانا هناك. اقول له I felt very happy يعني انا كنت شاعر او كنت بشعر بالسعادة. and excited وكنت كمان مثير يعني كان عندي حماسة وسعادة. تمام. اخر هبدأ كده اكتب من تحت خالص yours friend يعني صديقتك المخلصة، وتبدأ تكتب كده اسمك هنا. بس كده. تعالوا معايا نشوف اللي بعده. كده معايا الليتر نمبر 3. هنا بيقول ايه؟ بيقول الليتر ده to your friend سلمى عشان تخبرها عن trip to the village رحلة للقرية. when did you go امتى رحت. what did you see or do there ايه اللي انت شفته او عملته هناك. what did you feel there ايه اللي انت شعرت به هناك. يبقى اول حاجة to مين؟ طبعا to سلمى. from من مين؟ اكتب اسمك، احنا قلنا سارة من الاول نكتب سارة. subject الموضوع او بيتكلم عن ايه. هقول له طبعا trip to the village. هقول له trip to the village. باخدها ونقولها زي ما هي مع بعض. يلا مع بعض هنا نكتب الفقرة. هبدأ اكتب هنا عندنا دير سلمى يعني عزيزتي سلمى، وبعدين ابدأ اكتب معايا الباراجراف. اول حاجة هقول له I went to the village. اول حاجة هقول له كده ان انا ذهبت للقرية. اقول له مثلا عندنا last week الاسبوع الماضي. هقول له ايه؟ قول بقى اللي انت شفته. اقول له I saw green شفت مثلا عندنا field حقول خضراء. تمام. وايه تاني؟ هتقول له and ايه كمان؟ هقول له many farm animals والعديد من حيوانات المزرعة. I helped أنا ساعدت مثلا عندنا my grandfather ساعدت مين؟ اللي هو الجد. جد يعني on the farm and played with my cousins يعني لعبت مثلا مع أولاد عمي مثلا. I felt أنا شعرت بيه ايه؟ هقول له relaxed يعني شعرت بالراحة and happy والسعادة. هقول له there هناك. بس كده خلاص واكون خلصت له. زي ما شفتم معايا كده احنا حلينا كل الاسئله الخاصه بويك 2. اتمنى لكم التوفيق والنجاح برجاء اللايك والشير للفيديو. Thanks for watching. باي باي.